فريق الأرجنتين بعد مونديال 90 ظهر إنه متأثرش بغياب مارادونا، بس بعد شوية التأثير ظهر. فلما رجع مارادونا افتكر الكل إن المركب خلاص لقت قبطانها. القبطان غرق المركب كلها. منتخب الأرجنتين في الوقت ده كان اتولى قيادته المدرب ألفيو بازيلي بعد مونديال 90، برغم ان دانيال باساريلا كان على راس قائمة المرشحين لخلافة بيلاردو بعد المونديال. باساريلا كابتن المنتخب اللي كسب كاس العالم 78 والمدرب اللي قاد فريق ريفر بلات للفوز بالدوري الأرجنتيني 90 وهو عنده 37 سنة بس. لكن الاتحاد الأرجنتيني فاجئ الجميع واختار بازيلي اللي ما كانش شغال وقتها. بازيلي قدر يكسب كوبا أمريكا 91 بدون مارادونا اللي كان وقتها موقوف، وكسب البرازيل في البطولة دي 3-2. وجابرييل باتيستوتا في أول ظهور له بقميص منتخب الأرجنتين نجح في قيادة المنتخب للفوز بالبطولة دي، وما كانش فيه ارتباطات كبيرة سنة 92. مارادونا بعد انضمامه لإشبيلية لعب مباراتين مع المنتخب، ماتش البرازيل في احتفالية بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد الأرجنتيني وانتهت بالتعادل 1-1، وماتش تاني مع الدنمارك بطل أوروبا على كاس أرتيميو فرانكي وكسبته الأرجنتين بركلات الترجيح. وبعدها مضمش بازيلي مارادونا لقائمة الفريق في كوبا أمريكا 93 واللي هتكسبها الأرجنتين في الإكوادور. وبرضه باتيستوتا سجل هدفين في النهائي وكسب الأرجنتين على المكسيك 2-1. في صيف 93 كان مارادونا راجع الأرجنتين تاني بعد تجربة إشبيلية، جاتله عروض أرجنتينية كتير بس هو اختار فريق نيو ويلز أولد بويز. أول تمرين له هناك في سبتمبر 93 حضروا 40,000 متفرج، ومدربه كان خورخي سولاري واللي بعد سنة هيتولى تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم. وبالتزامن مع انضمام مارادونا لأولد بويز كان منتخب الأرجنتين بيلعب تصفيات كأس العالم. الأرجنتين لعبت تصفيات كأس العالم بعد كوبا أمريكا 93، وقعت في مجموعة واحدة مع كولومبيا وبيرو وباراغواي. الأول بس بيصعد والتاني هيلاعب بطل أوقيانوسيا أو تاني الكونكاكاف عشان يتأهل فريق واحد. الأرجنتين بدأت بقوة وكسبت بيرو وباراغواي برا أرضها 1-0 و2-1 وتصدروا مجموعتهم، وخسروا تالت ماتش من كولومبيا 1-2 برا أرضهم برضه. كده كولومبيا أول صحيح، بس الأرجنتين فضلها 3 ماتشات على ملعبها. الأرجنتين كسبت بيرو 2-1 وتعادلت مع باراغواي 0-0، وفي آخر مباراة المجموعة خسرت واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ الأرجنتين 0-5 في استاد المونيمونتال في بيونس آيرس. بازيلي بيقول ان ده اسوأ يوم في حياتي كمدرب. خسارة الارجنتين كان ممكن تخرجها خالص، لكن تعادل باراغواي مع بيرو خلى الارجنتين تاني. لو باراغواي كان كسبت كانت الارجنتين خرجت، وده خلى الارجنتين تلاعب استراليا او كندا على التأهل للمونديال. بازيلي قرر استدعاء مارادونا لاعب اولد بويز عشان ينضم للمنتخب في الماتشين الفاصلين ضد استراليا. استراليا كانت كسبت كندا. الفريق كسب استراليا بعد ما تعادل 1-1 في سيدني وكسب 1-0 في بيونس آيرس وتأهل لكأس العالم. بس مارادونا ظهر بوزن زايد وده وجه سهام النقد البازيلي عشان هو اللي ضمه. جرام أرنولد مدرب منتخب استراليا في كأس العالم 2022 ومهاجم استراليا في الماتشين دول قال ان مارادونا كأنه دخل الكرة لاستراليا، وانه عمره ما شاف الاهتمام ده بأي مباراة طول فترة ممارسته للكرة، وانه خلى الناس كلها في استراليا تتكلم عن الماتش وعن مارادونا. منتخب الارجنتين بدأ سنة 94 وخسارة ودية من البرازيل 0-2 في مارس. بعدها كسب المغرب 3-1 ومارادونا لعب وسجل، وبعدها تعادل مع شيلي 3-3 وخسر من الإكوادور 0-1 في شهر مايو. فالنتائج ما كانتش مبشرة خالص، ولحد بداية يونيو قبل 3 أسابيع من تقديم القائمة ما كانش واضح إذا كان بازيلي هيضم مارادونا اللي وزنه زايد بشكل واضح للقائمة ولا لا. بس برضه لازم نحط في الاعتبار انه في مايو 94 اليابان دعت الارجنتين عشان تلعب في كاس كيرين، ودي بطولة ودية تتلعب كل سنة في اليابان.
فلما اليابان رفضت تدي مارادونا تأشيرة دخول عشان اتهامه بتعاطي المخدرات، فاللعيبة عملوا بينهم وبين بعض تصويت واتفقوا على عدم السفر، ووقتها لا بازيلي ولا الاتحاد الأرجنتيني قدر يفرض عليهم اللعب في اليابان. في موقف كمان لما مارادونا خرج من المعسكر بالليل مع اوسكار روجيري وجابرييل باتيستوتا وسهروا في نايت كلاب، ولما اتسأل بازيلي قال انهم بشر ومن حقهم يرفعوا عن نفسهم طالما بيتدربوا كويس، وفي النهاية مكانش قدام بازيلي الا انه يضم مارادونا لقائمة كاس العالم ومعاه كمان صاحبه كلاوديو كانيجيا. المهاجم كلاوديو كانيجيا اللي اتألق في مونديال 90 وسجل هدفين مهمين في البرازيل وإيطاليا، كان بيلعب في أتلانتا في إيطاليا لحد سنة 92. لما اتنقل لفريق روما في مارس 93 بعد تعادل روما 1-1 مع نابولي، فعملوا اختبار واكتشفوا ان كانيجيا بيتعاطى كوكايين زي مارادونا قبله بسنتين، واخد ايقاف 13 شهر لحد ابريل 94. كانيجيا ما كملش الموسم ولا لعب اي ماتش في موسم 93-94، وبالتالي لا لعب كوبا امريكا 93 ولا تصفيات كاس العالم. لكن بازيلي اختاره عشان يلعب معاه في التحضيرات الاخيرة بعد رفع الايقاف، وفعلا اشركه في اخر 3 لقاءات تحضيرية اساسي، فسجل مرة واختاروا بازيلي في قائمة كاس العالم. كانيجيا لما اتسأل عن الفرق بين بازيلي وبين كارلوس بيلاردو مدرب المنتخب 86 و90، كان شايف بيلاردو ديكتاتور وجديد مع اللعيبة، عايزك تبقى مركز في التمرين 100%، انما بازيلي كان متساهل شوية ومش بيجبر اللعيبة على الفرجة على المباريات في الفيديو لساعات طويلة، وبيسمح بتبادل وجهات النظر. بازيلي خلال فترة تدريبه مع منتخب الأرجنتين ولحد مونديال 94 لعب مع الفريق 44 مباراة، اعتمد على الحارس سيرخيو جويكوتشيا في 36 منهم. لكن لما جه كاس العالم 94 كان في جدل، جويكوتشيا حارس ريفر بلات أفضل ولا لويس إسلاس حارس اندبندنتي، وفي الآخر اختار إسلاس. فرناندو ريدوندو لاعب نص الملعب كان واحد من الأسماء اللي بازيلي اعتمد عليها بشكل أساسي من سنة 92 لحد مونديال 94. ريدوندو أصلا كان بيلاردو عايز يضمه لقائمة مونديال 90، بس هو اعتذر عشان ينشغله بدراسة الحقوق وقتها، كان عنده وقتها 21 سنة. هو قال بعد كده انه مرضيش ينضم عشان ما كانش هيكون له مكان اساسي في الفريق. بعد مونديال 90 لعب مع فريق تنريفي في اسبانيا، وبازيلي بدأ يضمه بشكل مستمر، فكان طبعا عضو اساسي في قائمة الارجنتين في كاس العالم. كان في كمان لاعب متألق في فريق ريفر بلات اسمه ارييل اورتيجا كان عنده 20 سنة بس وما لعبش اي ماتش رسمي مع منتخب الارجنتين، لكن بازيلي ضمه للقائمة، وده كان شيء مفاجئ للجمهور وقتها. مارادونا قبل ماتش اليونان قال انه هيسكت الناس اللي بتقول ان مارادونا خلاص مش هيرجع تاني، وبدأوا انه عاد لفورمته بشكل مفاجئ في مباراة اليونان وقدر يسجل هدف وكسبه 4-0. كمل على كده الماتش التاني ضد نيجيريا وعمل اسيست هايل لكانيجيا، سجل منه الهدف التاني والارجنتين كسبت 2-1. لكن بعد المباراة دي القرعة اختارت مارادونا لكشف المنشطات اللي اظهر ايجابية عينة مارادونا وانها فيها 5 مواد محظورة اشهرهم الإيفيدرين. مارادونا دافع وقتها عن نفسه وقال ان طبيبه الخاص دانييل سيريني اخطأ وكتب له دواء فيه مواد محظورة. مارادونا كمان طلب من جراندونا رئيس الاتحاد الارجنتيني انه يتم معاملته زي كالديري لاعب منتخب اسبانيا سنة 86. كالديري بعد اول ماتش سنة 86 ضد ايرلندا الشمالية طلع ايجابي، بس الفريق الطبي لاسبانيا دافعوا عنه بانه كان مريض باسهال المسافرين، وده مرض معوي ساعات بيجي مع اوقات السفر الطويلة، وانه كان لازم ياخد مضاد حيوي عشان يحسن حالته. ووقتها فيفا سمع كلام الدكاترة ومحدش عاقب كالديري، بس الكلام ده لم يطبق في حالة مارادونا. غاب مارادونا عن مباراة بلغاريا الأخيرة اللي كانت مهمة عشان تحدد مركز الفريق في المجموعة، فخسر 0-2. المباراة دي أصيب فيها كلاوديو كانيجيا وخرج أول نص ساعة وما كملش البطولة هو كمان. بازيلي علق على الخسارة إن خبر استبعاد مارادونا كان قبل المباراة بساعات،
وإن ده أثر سلبيا على اللعيبة وتركيزهم قبل المباراة خسروها. الأرجنتين بعد الخسارة دي طلعت تالت المجموعة ولعبوا رومانيا وخسروا 2-3 وخرجوا من البطولة. الجمهور الأرجنتيني انتقد لويس إسلاس خلال المباراة دي بالذات. إسلاس دخل فيه 6 أهداف في 4 مباريات خلال البطولة، وخصوصا بسبب هدف رومانيا الأول اللي جه من فاول من ناحية الشمال. إسلاس حاول يدافع عن نفسه، بس الماتش ده كان آخر ماتش دولي لإسلاس.